مرحبا بكم وين ما كنتوا. في الفيديو هذا باش تشوفوا ريسيت الفريكاسي ومعها من نفس العجينة عملت بيتزا، يعني ريسيت فريكاسي وبيتزا بنفس العجينة. ومن غير ما نطول عليكم نتعدوا لطريقة التحضير. خديت مغرفة سكر، زدت عليها مغرفة خميرة خبز، مغرفة كبيرة خميرة خبز، حطيتها معاهم شوية ماء دافي وخليتهم يتفاعلوا تقريبا دريج ولا دريجين، المهم حتى لين تتكون كرغوة كما نشوفوا لهنا. وكي تفاعلت المكونات زدت عليهم ماء دافي، حطيت تقريب نصف لتر ماء دافي، نصف لتر ولا أقل شوي. زدت شوي زيت نباتي ما يعادل 3 مغارف كبار ورشة ملح. حطيت الفرينة نزيد بشوي بشوي حتى لين نعجن الطبيعة حتى لين نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. والقوام اللي حاجتي بيه هو انه العجينة تكون شادة روحها بالطبيعة، لكن ما تكونش كاسحة برشا، على خاطر وقت اللي تتخمر العجينة او تتضاعف نحبها تكون طرية وخفيفة. بالنسبة للفرينة خذيت كيلو، لكن ما استعملتش الكل، استعملت أو خليت تقريبا 350 وإلا 300 جرام، يعني نجم نقول استعملت 650 وإلا 700 جرام. بعد ما كملت عجنت دهنت العجينة بالزيت وخليتها ترتاح حتى لين طلعت وتضاعفت. ولهني قررت باش ناخذ من العجينة ونعمل بيتزا، على خاطر حسيت العجينة برشا باش تعطيني كمية كبيرة من الفريكاسي. وبديت نشكل في كعبات الفريكاسي. في الأول حبيت نعمل كعبات كبار، حبيتهم يجوني كبار، لكن كيف خليتهم يرتاحوا، غطيتهم وخليتهم يرتاحوا، كيف رجعت نلقى العجينة زادت ضعفت برشا. وقت اللي قليت كعبة حبيت نجربت الكعبة الأولى، جت كعبة ما شاء الله عملاقة. بالنسبة للكعبة المفقودة من غادي نحيتها وزدتها لعجينة البيتزا. لكني بعد ما جربت قليت الكعبة الأولى حسيتها كبيرة برشا، قررت باش نقص كل كعبة على 2. نحط السكينة في الزيت باش كيف نجي نقص ما تشدش فيها العجينة، ونعاود ننظمهم شوي ونشكلهم. خليتهمش يرتاحوا برشا في المرحلة هذه، ثم خليتهم يرتاحوا شوية بركة وبديت نقلي. وهذه كمية الفريكاسي اللي تحصلت عليها. تحصلت على 12 قطعة معهم الكعبة الكبيرة هذه. حضرت الحشو متاع الفريكاسي، عندي بطاطا مطبوخة، زدت عليها كعبتين جبن خاطر ما حطيتش فيها الملح، ومعها الزيتون والتن والعظام وصوص متاع طماطم معجونة وفلفل معجون. تقريبا هذا هو الباز متاع حشو الفريكاسي. باش نعمل كعبات بالتن وكعبات من غير تن، خاطر كل واحد كيفاش يحب. وفي الحالتين بنينة بصراحة، حاجة هايلة. أني نقعد برشا ما نعملش فريكاسي في الدار، أما نهار اللي نعملها نقول اش بيني يا أخي، ما علاش مش كل مرة نعاود نطيبها. في الدار تحط اللي تحب عليه وقد ما تحب، وزيد تاكلها سخونة من يدياتك. الحمد لله يا ربي على هالنعمة. وأهم حاجة اللي هي ما تشربش الزيت، يعني كيفاش تجي تاكلها ما تحسش العجينة شربت برشا زيت.
في الأول بديت نحط في برشا صوص الفريكاسي، بعد فكرت اللي لازمني نخلي من الصوص للبيتزا. وهذه كانت ريسيت الفريكاسي، ان شاء الله تكون عجبتكم. وتو باش نتعدى للبيتزا نحضرها ونحطها في الفور. جبت صحن متاع الفور، حطيت عليه بابي كويسون وحليت العجينة المتبقية. جبت زيت الصوص اللي عملت بها الفريكاسي، جبت شوي سلامي قصيتهم وحطيتهم، وفوحت بمغرفة أقل من مغرفة شوية زعتر مرحي، وحطيت الزيتون وزدت عليهم جبن. وبعد ما خرجتها من الفور جبت شوية زيت زيتونة، حطيت عليه شوية زعتر مرحي ودهنت الأطراف. وهذا كان الفيديو متاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. وإذا عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.